السلام عليكم، واش راكم، واش حوالكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في الفيديو جديد، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جبت لكم طريقتي في البيتزا، كيف نخدم البيتزا. اول حاجه البنات درت في ريسيبيون، درت طاس تاع ماء، درت مغرف كبيره تاع خميره تاع الكسره، ودرت مغرف تاع سكر، ودرت شويه فرينه وخليتهم يتفاعلوا مليح. بعد ما نغطوهم ونخلوهم على جهه. بعد ما كنا خلطنا المواد كل مع بعضها كما راكم تشوفوا هاوليكم، يعني غير انا بديت نخلط وهي مع السخانه هذه يعني تفاعلت وخمرت، يعني ليه طلعت. هنا خلطتها مليح، خليت كلش مع بعضاه. السكر عبالكم مع الفارينه ومع الخميره راهم ليه يتفاعلوا. هنا خليتها كما قلت لكم، خليتهم هيك، خلطتهم. هذا هو القوام اللي يخلوه البنات، نديروا غلو شوي فرينه ونخلوه. هنا بعد ما تفاعل لنا الخليط، بعد ما خليناه مدة يعني من با 5 دقائق لقيتها يعني تذوب الحجم تاعهم. هنا نجو نديكازو الخليط هذا، ومن بعد نزيدو شويه زيت ونزيدو شويه ملح، ميزم 3 مغارف زيت. ومن بعد كنا درت طيبنا هنا صوص طوماط، اللي المره الجايه راح ندير لكم الوصفه تاعها تاع صوص طوماط تاعها تجي تهبل البنات، تقدري حتى تخبيها في الكلاصون يعني لمده طويله. بعد ما كيما يقولوا بعد ما شيحت العجينه خليتها زاد طلعت المره الثانيه، وجيت هنا قرصتها وحطيت، كنت شعلت الفور على درجه حراره عاليه. وهنا رجعت لاصوص طوماط البنات، فرشتها كامل على، يعني دهنت بها العجينه هذيك القرصه تاع البيتزا تاعنا وتزيان. من بعد درت شوي زيتون، شوي زيتون اخضر، زيتون اكحل، درت شوي فلفل، يعني الشي اللي عندكم البنات ديروه، راح تجيكم هايله البنات، يعني راح تجيكم واحد العجينه خفيفه تهبل. هذه البنات العجينه السحريه راني حطيتها قداه من الوصفه، والايامات الجايه حنزيد نحط لكم في وصفات اخرين. يعني اي حاجه تخدموها بالعجينه هذه راح تجيكم تهبل. جربوها البنات على الطريقه تاعي. ما تنسوش تخلوا لي جيم للفيديو، ما تنسوش تبارطاجوا لي القناه، باش ما تنسوش تتفرجوا لي مشاهده كامله للفيديو. وهنا شوفوا البنات بعد ما طيبتها زدت درت لها فرماج رابي، زدت درت معاها شوي مايونيز، يعني وزينتها بالشي اللي عندي. والحمد لله ربي يدومها نعمه ويحفظها من الزوال. هنا البنات كنت تحبوا ثاني تديروا لها صوص فينيغريت، راح تجي هايله. اللي عندها طون زيد دير لها، انا درت لها شويه طون. هنا درت لها تحبوا ديروا بولي اشي ثاني تديروهم يبول وتقلوهم وتحطوهم تزينوهم، راح تجيكم واحد البنه ثاني كما عندي ما نحكي لكم. هنا كان عندي شويه كما قلت لكم المايونيز البنات، ما لقيتش البوشات باش نخدمه، وليت خدمته بالطريقه هذه، يعني غير طيشته البنات هكا وجات واحد البنه عالميه. انا نحب كي ندير البيتزا ندير المايونيز هذا تجي فيه واحد البنه خير من اللي نخدمه في الدار. وهذه كانت الوصفه تاعي تاع اليوم البنات، حبيت نشاركها معاكم. ان شاء الله تعجبكم البنات الوصفه هذه، وان شاء الله تجربوها على الطريقه تاعي. وهنا راح نقسمها انا وياكم وتذوقوها، جات تهبل. جات هنا البنات راح نقصها انا وياكم، شوفوا كيفاه جات تهبل، جات خفيفه. ان شاء الله تجربوها على الطريقه تاعي. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رمحكم، الى الملتقى باذن الله وفيديوهات اخرى. ما تنسوش تصلوا وتسلموا على رسول الله. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله ينال احسانكم. في الامان البنات، الى الملتقى باذن الله. سلام.